مواطنين مصريين. المصريين الأقباط. المصريين الأقباط دول مواطنين. بعد وفاة البابا شنودة وحضرتك عارف كان عندي هنا كذا ضيف ما بيخفوش قلقهم وخوفهم من مصر الجديدة. طبعا الجو العام بيؤدي إلى هذا القلق، ودي رسالة إلى كل من يهمه الأمر. المصريون قلقون، المصريون يعني منهكون، المصريون خائفون، فلا يصح الضرب على هذا الوتر، إنما ضروري أن تأخذوا في الاعتبار أنه المصري خائف على مصر وعلى الإطار الفكري لمصر والمسيرة المصرية إلى الأمام، والمشاكل اللي احنا اللي عندنا في مصر، وهي مشاكل زي ما قلت أكثر من مرة مع الأسف تكرار، أنه كل ملفات مصر تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تغيير حقيقي، أي تغيير ثوري وشيء حكم بطريقة جديدة. وسيكون الفرق بين اللي فات واللي جاي هو سوء إدارة الحكم، هو الفرق بين سوء إدارة الحكم وحسن إدارة الحكم. حسن إدارة الحكم يعني أن يكون عندك نظرة شاملة، لست مقيدا، أنت بتنطلق بمصر إلى الأمام، وتعلم أن مصر فيها 50% يعيشون حول مستوى الفقر، ده على الأقل. إنما لو اتكلمنا عن 50% يعني 1 من كل 2 مصريين أصبح فقيرا، ومش شرط التاني يكون غني. 30% أمية، 25% بطالة بين الشباب. لا يوجد مشروع قومي كبير واحد. الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضائعة. ملف التعليم، مخرجات التعليم لا علاقة لها بالعصر نهائيا، مش بس لا علاقة لها بالعصر، ده لا علاقة لها حتى بالعالم العربي. غير قادرين على التنافس في العالم العربي. وبعدين واحد يقول لي بلاش انجليزي، ده نجاح كل الجنسيات العربية في الحصول على الوظائف، في الحصول على فرص العمل، هو أنهم يجيدون لغة أخرى بالإضافة إلى العربية. صحيح. وتعلموا تعليما سليما، تعليما متينا. الكلام ده لا لعب فيه ولا يصح أن نلعب فيه ولا أن نتسامح فيه. يعني واحد يقول الإنجليزية كفر، ده كلام غير مقبول. هذا كلام ضد الروح المصرية، ضد العصر، ضد الزمن، بل ضد الدين.